بسم الله الرحمن الرحيم. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، كلمة موجهة إلى قبائلنا ومدننا الشريفة في ليبيا. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. إن صمودكم الأسطوري ضد الناتو وصبيان برنار ليفي منذ نكبة 17 فبراير اللعينة التي دمرت البلاد والعباد إلى يومنا هذا مجد ما بعده مجد. فأنتم التاريخ وأبناء القائد البطل معمر القذافي، نشد على أيديكم ونقول لكم إن أهلكم وقبائلكم الشريفة بمدينة سرت المجد، سرت الصمود، سرت عاصمة الشهداء، سرت التي يشهد لها التاريخ، بل هي التاريخ الذي يحمله كل ليبي كوسام شرف على صدره ويفتخر به. اليوم مدينة سرت وقعت بين فكي الشر داعش والميليشيات الفبرايرية الإجرامية، حيث تتعرض إلى حصار خانق وإبادة ممنهجة رغم صمود أهلها ورفضهم الخروج من المدينة وقرارهم باستكمال مسيرة النضال التي بدأها القائد البطل معمر القذافي. لهذا وجب على قبائلنا ومدننا الشريفة مساندة أهلنا في سرت ودعمهم داخل المدينة بكل الوسائل، فالمصير واحد والهدف واحد حتى تحرير ليبيا من الخونة والعملاء والدواعش. الصمود الصمود ولا نامت أعين الجبناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء القبائل والمدن الشريفة بالساحة البريطانية بتاريخ 17 نوار 2016.